السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وحبايب قلبي واخواتي الصغيرين طلاب سنة تانية ثانوي في كل مكان في مصر. معادك النهارده يا صديقي مع أول محاضرة مراجعة عندك في منهج التاريخ، سواء كنت علمي أو أدبي. ولكن قبل ما نبدأ المراجعة تعال أعرفك المراجعة بتاعتنا نظامها إيه. بص يا صديقي، إن شاء الله على اليوتيوب هينزل لك يوم الثلاث فيديو، ويوم الخميس أو الجمعة هينزل لك فيديو تاني. طيب محتوى الفيديو عبارة عن ايه؟ اي فيديو هينزل لك يا صديقي هيبقى عبارة عن درسين، يعني النهاردة هنشرح درسين، يوم الخميس او الجمعة هينزل لك درسين كمان، فبالتالي انت معاك 4 دروس نزلوا لك، يعني الوحدة الاولى كاملة نزلت لك في الاسبوع ده. طيب الاسبوع اللي بعده هنشرح درسين كمان، يوم الاثنين اللي هو هينزل لك يوم الثلاث. طيب يوم الخميس هينزل لك اخر فيديوهين عندك في المنهج، فبالتالي احنا كده نشرح المنهج بتاعك كله على نظام 4 حصص من كل اسبوع، 3 وخميس او 3 وجمعة. على الاسبوعين دول كل فيديو من دول هيكون فيه درسين، بحيث نخلص المنهج كامل في اسبوعين. ومش عايزك تقلق، اي فيديو بيتشرح، اي درس بيتشرح، فهو بيتشرح بتفاصيله بحذافيره بكل كلمه فيه. مش هشرح لك انا شغل مراجعه شقلب وقلب وحاجات لا، انا هشرح لك الحاجات المهمه والحاجات العاديه، اخليك تندمج في الشرح، لان ده تاريخ. اخليك تندمج في الشرح بتاعي يا باشا عشان خاطر تفهم بكل سهوله، لان انا عارف ان في ناس كتيره بتتفرج ما بداتش تاريخ، وناس كتيره بتتفرج اصلا التاريخ مش مقرر عليها، فهم اصلا كارهين الماده خلقه، فمش هيبقى انا والماده عليكم. تمام. خلصنا اسبوعين الشرح، بعد كده هنخش على ثالث اسبوع معانا، وده اللي هينزل لك فيه الحل. هينزل لك حل على الوحده الاولى كامله، وهينزل لك حل على الوحده الثانيه كامله، وهينزل لك حل على المنهج كله. فبالتالي انا هكون عملت معاك الصح شرح وحل بالتفصيل في 3 اسابيع بس، وطبعا ده كله كوم، وليله الامتحان كوم تاني. وبس كده صديقي، دي يكون هي دي تفاصيل المراجعه بتاعتنا. قوم بقى يا باشا دلوقتي هات لك كوبايه شاي او كوبايه قهوه، مذكرتك او الكتاب اللي معاك ايا يكن هو، وقلمك الجميل وكراستك الخارجيه، وشد لحافك واتفرج يا باشا ان شاء الله على اقوى مراجعه هتشوفها في حياتك. ويلا بينا نسمع الحدوته. درسنا بقى يا صديقي، الدرس الاول عندك في المنهج بيتكلم عن الفتح الاسلامي لمصر، تفاصيله بحذافيره. طيب انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك يا صديقي في الاول ان في حاجات كتيرة قوي شجعت المسلمين ان هم يروحوا يفتحوا مصر، وكمان خلتهم اصلا يعرفوها ويحطوا عينهم عليها. زي ان مصر او بلدنا الحبيبه مصر دي ذكرت في الاسلام او في القرآن عدة مرات، اتذكرت في القرآن كتيرة قوي. جميل. ده غير ان النبي عليه الصلاة والسلام اول واحد حاول ان هو يدخل الاسلام مصر عن طريق يا صديقي المراسلات اللي كان بيبعتها الحاكم مصر المقوقس بعد صلح الحديبيه. بعت له رساله يدعو فيها للدخول في الاسلام، فالمقوقس كان رفض، اللي هو حاكم مصر في الوقت ده رفض، وبعت للرسول بنته اللي كان اسمها ماريا القبطيه، او بعت له واحده مصريه اسمها ماريا القبطيه برساله يعرفوا فيها ان هو رفض الدخول في الاسلام. فطبعا الرسول لما تروح له ماريا القبطيه دي هيعجب بيها ويتجوزها. جميل الكلام. طيب معنى كده ان كلامك ان اول حد فكر ان هو يحط عينه على مصر، او اول مراسلات بيننا وبين مصر، او اول حد حاول يدخل الاسلام مصر كان الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ايوه صديقي، ودي اول معلومه لازم حضرتك تكون عارفها. طيب بعد كده هيبدا اهتمام المسلمين بفتح مصر لعده عوامل، بس قبل ما نعرف العوامل دي عايزين نعرف اصلا مصر كان حالها عامل ازاي في وقت حكم البيزنطيين اللي هم الرومان. طبعا انت عارف ان قبل ما المسلمين يخشوا اللي بيحكموا مصر في الوقت دوت كانوا الرومان، الكلام ده انت عارفه في الترم الاول وعارفه في اولى ثانوي. طيب الرومان دول كانوا عاملين في مصر ايه؟ تعال نبص يا صديقي على احوال مصر قبل الفتح الاسلامي. هنتكلم عن الاحوال السياسيه، الحاكم اللي فيها كان بيحكم ازاي، والاحوال الاقتصاديه، حاله مصر الاقتصاديه كانت عامله ازاي، والاحوال الدينيه، المسيحيين في مصر كانوا بيتعاملوا ازاي. قال لك والله الاحوال السياسيه ان مصر كان بيحكمها حاكم روماني في ايده كل السلطات، سلطات اداريه وماليه وقضائيه، وكمان يا صديقي كان مقره في الاسكندريه. يعني من الاخر كده ما كانش فيه عندنا فصل في السلطات. ما انت لما تكون ماسك لي كل حاجه كده معنى كده ان مفيش كده عندك فصل في السلطات. معنى كلمه فصل في السلطات اصلا ايه يا جماعه؟ فصل في السلطات دي ان كل واحد في البلد يكون معاه سلطه معينه بس اللي بيقوم بيها. يعني مثلا الرئيس السيسي عندنا في مصر، هل الرئيس السيسي بيحط قوانين؟ لا.
هل الرئيس السيسي مثلا يعني بينزل هو يشرف على المشاريع ويبني الكباري لا. طب هل الرئيس السيسي ليه علاقه بالدين؟ لا. ده معنى كلمة فصل في السلطات، الرئيس له سلطة معينة بس اللي بيعملها، والشخص الفلاني له سلطة معينة بس اللي بيعملها. هي دي فكرة فصل في السلطات. انما هنا ما كانش فيه فصل في السلطات، الحاكم الروماني كان ماسك كل حاجة في ايده. ودي بالنسبة للحياة السياسية. طيب بالنسبة للحياة الاقتصادية، فعايز اقول لك ان مصر في حكم الرومان واجهت حياة اقتصادية صعبة جدا وظروف اقتصادية صعبة جدا، خاصة يا صديقي ان الرومان كانوا بيفرضوا علينا ضرائب كتيرة جدا وصل درجاتها او وصل عددها لاكتر من 200 نوع من الضرائب. ده غير كمان ان احنا كنا بنشتغل مثلا بنزرع بنعمل اي حاجة، والزرع ده كان بيروح لروما زي القمح. انت عارف ان القمح بتاعنا في مصر كان كل سنه بيتبعت منه الروما حوالي 135 الف طن، يعني احنا يعتبر بنشتغل ببلاش. ده غير كمان يا صديقي ان الرومان كانوا بيجيبونا نشتغل لهم شويه شغلانات وما بيدوناش عليها فلوس. تعالى يلا مصر اعمل لي كذا وما تاخدش فلوس عليها. فواجهنا حياه اقتصاديه واجتماعيه صعبه جدا. بالنسبه بقى للحياه الدينيه، انت عارف ان مصر كان فيها او انتشر فيها الديانه المسيحيه، فالمصريين كانوا اقباط او على الديانه المسيحيه. فاحنا واجهنا اضطهاد ديني كبير جدا من الرومان، كانوا بيعذبونا، واي حد هيخش الاسلام هنعمل ونخلي فيه، واي حد هيخش اسف المسيحيه هنعدمه، اي حد هيخش المسيحيه هنقتله، اي حد هيخش المسيحيه هنحرق الكنايس ونحرق الانجيل بتاعك اللي هي الكتب المقدسه. فكانوا مواجهين يا صديقي حياه دينيه في مصر برضو صعبه جدا. ده بالنسبه لاحوال مصر قبل الفتح الاسلامي. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال بقى نبص المسلمين اصلا ليه فكروا ان هم يروحوا يفتحوا مصر. قال لك والله المسلمين فكروا ان هم يروحوا يفتحوا مصر لثلاث اسباب. اول سبب وهو السبب الديني او العامل الديني. ايه العامل الديني يا باشا؟ انا لسه قايل لك في اول الحصه اهو ان الرسول ذات نفسه كان موصي المسلمين على مصر، استوصوا باهل مصر خيرا فان لهم ذمه وصهر. معنى كلمه ذمه ان هم على اهل دين سماوي، مش احنا كنا على الديانه المسيحيه، والديانه المسيحيه دي اصلا دين سماوي. وصهر دي ان بيننا وبينهم علاقات اجتماعيه. يا صديقي ما انا قايل لك النبي كان متجوز من مصر ماريا القبطيه، فكان النبي موصي على مصر، وده اول عامل شجع المسلمين ان هم يروحوا يفتحوا مصر. ده العامل الديني. طيب تاني عامل معانا اسمه العامل التاريخي. عامل التاريخ دوت بيقول لك يا صديقي ان احنا اصلا كعرب قبل الاسلام كان بين العرب وبين المصريين علاقات تجاريه، كانوا بيجوا لنا واحنا بنروح لهم، بيجوا لنا عندنا في مصر، العرب بيجوا لنا عندنا في مصر، واحنا المصريين كنا بنروح عندهم شبه الجزيره العربيه في علاقات تجاريه كنا بنتاجر معاهم. وابرز واحد كان بيعمل العلاقات دي وهو عمرو بن العاص قبل دخوله في الاسلام. كمان عمرو بن العاص قبل ما يخش الاسلام كان بيروح يتاجر مع مصر لدرجه ان هو حافظ مصر حته حته، وعارف ان هي دوله غنيه اقتصاديا، عارف ان مصر فيها خيرات كتير. ده بالنسبه للعامل التاريخي. اما العامل المهم هو العامل الثالث معانا، وهو العامل الدفاعي او العامل الحربي او العامل الجغرافي. ايه يا مستر العامل الدفاعي او العامل الحربي او العامل الجغرافي دوت؟ بص يا سيدي معايا، عايزك تبص معايا. وليكن مثلا تعالى يا صديقي نبص مع بعض. قال لك والله العظيم مثلا وليكن ان المربع الجميل قوي ده هو كده، وده نهر النيل اهو يا صديقي عشان ما تزعلش، والحته ده هي كده، الحته ده هي شبه الجزيره العربيه. جميل الكلام، جميل الكلام. طيب يبقى الحته الحمراء ده يا صديقي دي شبه الجزيره العربيه، ودي كانت عندك مصر. حلو حلو. العامل الدفاعي بقى او العامل الجغرافي اللي احنا بنتكلم عليه ان مصر يا صديقي جنب شبه الجزيره العربيه. انت عندك هنا بلاد الشام اهي، الشام، وعندك هنا يا باشا الحجاز او بلاد الحجاز اللي هي مكه والمدينه والطائف. حلو حلو. فقال لك احنا لما ناخد مصر، لما نستحوذ على مصر اللي هي ده كده، نستحوذ على مصر يا باشا، احنا كده هنعمل ايه؟ احنا كده هنأمن بلاد الشام اللي احنا لسه فاتحينها، وهنأمن الحجاز، صح؟ ما انا دلوقتي لما استحوذ على مصر اي خطر هيجيلي من جهه الغرب هيكون متأمن. ليه؟ لأن بسبب إن مصر موجودة عند الشام وعند الحجاز، أو قبل الشام وقبل الحجاز. فمعنى إن مصر قبل الشام والحجاز فهي حائط الدفاع أو إيه؟ حائط الصد عن أي خطر هيجيلي للمنطقتين دول. فده اللي بنسميه العامل الدفاعي او العامل الجغرافي. وطبعا مصر كمان بره ان هي ليها عامل دفاعي، فهي موقع جغرافي متميز بقى بحته التجاره والكلام ده كله. طيب ده بالنسبه للثلاث عوامل اللي عندنا. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب هنتفقوا بقى على فتح مصر ازاي؟ قال لك والله العظيم
خليفه بتاع المسلمين في الوقت دوت سيدنا عمر بن الخطاب هيقعد مع سيدنا عمرو بن العاص في حته اسمها الجابيه في الشام، ويعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر الجابيه في الشام. طيب ايه اللي هيدور في المؤتمر ده؟ قال لك والله العظيم سيدنا عمر بن الخطاب هيقعد مع سيدنا عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هيقول له يا سيدنا عمر بن الخطاب احنا لسه فاتحين الشام دلوقتي ومحتاجين ان احنا ناخد مصر. فعمر بن الخطاب هيرد عليه يقول له ليه احنا محتاجين ناخد مصر؟ قال له اولا بسبب ان مصر ليها اهميه دفاعيه، هتامن لنا الشام وهتامن لنا المدينه اللي في الحجاز. طيب لها اهميه تانية؟ ليها اهميه اقتصاديه، مصر غنيه اقتصاديا. عمر بن الخطاب هيرد على عمرو بن العاص انت ايه اللي عرفك ان مصر غنيه اقتصاديا؟ هيقول له يا خليفه المؤمنين ما انا كنت بتاجر مع مصر قبل ظهور الاسلام اصلا، العمل التاريخي يا صديقي. طيب الاهميه الثالثه اللي قالها عمرو بن العاص لسيدنا عمر بن الخطاب في مؤتمر الجابيه، قال له ان مصر دلوقتي ضعيفه، مصر الحكام اللي فيها ضعيفه، فانت ممكن تخشها بكل سهوله ومش هتواجه من اهلها ولا من الرومان مقاومه. حلو الكلام، حلو الكلام. فهيوافق سيدنا عمر بن الخطاب ان عمرو بن العاص يقود الجيوش ويتجه الى فتح مصر، ويقول له اتفضل يا عمرو بن العاص خد 4000 جندي وروح افتح مصر. عمرو بن العاص يبص له كده 4000 جندي ايه اللي اروح اخدهم يعني واروح افتح مصر دي؟ 4000 جندي ده يعني لو رايح فرح هيكون معايا ناس اكتر من كده يا جدع. هيقول له ده اللي عندي، عايز مش عايز خلاص. يقول له لا والله لو بعتني لوحدي اروح افتح مصر. وده لو دل ان عمرو بن العاص وافق ان هو يروح يفتح مصر ب 4000 جندي فقط، ده لو دل يا صديقي هيدل على اصراره على فتح مصر، على حبه لفتح مصر. جميل الكلام، جميل الكلام. تعالى بقى قول لي مراحل فتح مصر. مصر دخلوها ازاي وعملوا فيها ايه؟ قال لك والله معايا بص يا صديقي كده. قال لك بص معايا، اول حته المسلمين هيخشوها في مصر هي مدينه العريش اللي موجوده في سيناء. حلو، هيطلعوا كده من حته اسمها قيصريه جنب القدس. حلو، هيخشوا على ايه؟ مدينه العريش. اول ما يخشوا العريش طبعا انت فاكر ان هنخش بقى ونحارب بقى وبتاع، قال لك لا والله احنا هنخش العريش، المسلمين هيخشوا العريش بدون ما يواجهوا اي مقاومه من الرومان، مش هيلاقوا رومان هناك. وده لو دل يا صديقي هيدل على ايه؟ هيدل على عدم احكام الرومان في السيطره على مصر. الرومانيين مش مسيطرين على مصر، مش متحكمين في حته واقعه منهم. ما انت لو متحكم فيها وليك اسمك وليك صلابه على ارضك محدش هيخش عندك كده بكل سهوله. حلو الكلام، حلو الكلام. يوصل خبر ان المسلمين دخلوا مصر للرومان، فالرومان يطلعوا جري 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 على حته اسمها ايه؟ على حته اسمها الفرمه. حلو الكلام، حلو الكلام. هو اصلا كان ده المفروض يكون طريق عمرو بن العاص. هو المفروض على فكره اي بلد انت المفروض تاخدها داخلها وعايز تاخدها لازم تاخد العاصمه. لازم لو استحوذت على العاصمه انت كده استحوذت على البلد، واي حد درس تاريخ عارف الكلام ده. فالمفروض ان عمرو بن العاص ده هيبقى طريقه صح، يفضل ماشي 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 لحد ما يوصل للاسكندريه للعاصمه صح. هو دخل العريش، بعدها هيتجه يا صديقي للفرم. هناك هيواجه او هيكون اول مواجهه بين جيش المسلمين وجيش البيزنطيين او جيش الرومان. هيروحوا العريش يا صديقي، مش هيواجهونا، هيستخبوا هناك، هيفضلوا ايه؟ يدافعوا عن الفرمه، يدافعوا عن نفسهم، وهنحاصرهم لعده اشهر وهننجح يا صديقي اللي احنا نخش الفرمه. اي حد يقول لك احنا دخلنا الفرمه طبيعي بما انك عايز تروح تاخد العاصمه اللي هي الاسكندريه هتمشي لي كده، هتمشي لي في الطريق كده لحد ما توصل للاسكندريه. هو ده صح، ولكن عمرو بن العاص مش هيعمل كده. عمرو بن العاص يا صديقي هينزل عند حته اسمها بلبيس. حلو، ليه يا مستر عمرو بن العاص هينزل عند بلبيس وما كملش في الطريق بتاعه الطبيعي ناحيه اسكندريه؟ قال لك يا صديقي احنا دلوقتي لو مشينا فوق كده عند الساحل هنكون عند البحر المتوسط، وهم قويين في الناحيه البحريه، هيطلعوا السلاح تك 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 يخلصوا علينا. احنا هننزل ناحيه الصحراء. اولا لان هم ما يعرفوش بيحاربوا، ان هم ما يعرفوش ان هم يحاربوا في الصحراء. حلو، لان هم متعودين على الحرب بقى في الاجواء الاوروبيه من رومان وانت عارف. حلو الكلام ده، غير ان احنا بقى كمسلمين بنعرف نحارب في الصحراء يا باشا، احنا متربيين في الصحراء اصلا. كان من عادات وتقاليد العرب زمان ان الذكر او الرجل اول ما يتولد يروح يتربى في الصحراء يا باشا. ليه؟ عشان يطلع شديد البنيان. فاحنا حروبنا كلها صديقي كانت في الصحراء وتربينا في بقى صحراويه، فاحنا موقفنا هيكون احسن من موقفه. حلو، انما هم ما يعرفوش يحاربوا في الصحراء يا صديقي، يروحوا هناك يحطوا صن بلوك وياخدوا على قفاهم ويتكلوا على الله، ده اخرهم. حلو، وده فعلا اللي حصل. هيروح صديقي عمرو بن العاص بلبيس، فالرومان هيروحوا يواجهوه في بلبيس، ويقدر عمرو بن العاص ان هو يهزمهم. ولكن كل دي مش مشكله،
وكل دي يا صديقي مش حكايه. حلو الكلام، حلو الكلام. الحكايه فين بقى؟ الحكايه في بعد كده. عمرو بن العاص لما يطلع من بلبيس هيتجه على حته اسمها ام دنين. ام دنين دي في القاهره حاليا، اللي هي في شمال الازبكيه. الازبكيه دي اللي في القاهره. حلو. برضو ام دنين دي مش المشكله، هيقدر عمرو بن العاص ان هو يخشها ويستولى عليها بكل سهوله. المشكله يا صديقي في الحته اللي بعد ام دنين. الحته اللي بعد ام دنين كان حصن من اقوى حصون الرومان في مصر واقوى الحصون في العالم، كان حصن اسمه حصن بابليون. حلو. فعمرو بن العاص هيكلم عمر بن الخطاب، هيقول له يا سيدنا عمر بن الخطاب، انا دلوقتي داخل على اقوى حصون في العالم، وانت كنت بعت لي او بعت معايا 4000 جندي بس، ودخلنا في حرب في الفرما، ودخلنا في حرب في بلبيس، ودخلنا في حرب في ام دنين، اكيد في ناس وقعت مني، واكيد انا مش هروح احاصر او هحارب اقوى الحصون في العالم وانا بالعدد الجيش ده. بعد اذنك ابعت لي دعم، ابعت لي جنود. فعمر بن الخطاب هيوافق ويبعت له كمان 4000 جندي. حلو. ولكن المره دي مش هيبعت له اي جنود، ده هو بعت له 4000 جندي، على كل 1000 جندي من دول قائد بمقام ال1000 دول اصلا. يعني هو بعت له 4000 واحد، على كل 1000 جندي من الجيش دول، على كل 1000 واحد، واحد بايه؟ بيقودهم. القائد اللي بيقودهم ده بمقام ال1000 اللي معاه اصلا. حلو. وده اللي نعرفه دلوقتي، ان في 2 من الجنود دول او من القاده دول اصلا اللي يساعدونا احنا نفتح مصر. حلو الكلام، حلو الكلام. وهيبدا عمرو بن العاص ان هو يروح عند حصن بابليون، وهناك هيكون موجود في حصن بابليون المقوقس هو ورجالته. حاكم مصر هيروح المقوقس والرجال اللي هي الجنود والقاده الرومان ويستخبوا في حصن بابليون. حلو حلو. وساعتها المقوقس هيطلع رسول من عنده. الرسول ده يا جماعه مش معنى كلمه رسول ان هو الرسول لازم من السماء، لا، الرسول دي يعني واحد معاه رساله، ده معنى كلمه رسول. حلو الكلام، حلو الكلام. هيبعت رسول مع عمرو بن العاص عشان يتفاوض معاه، ولكن هو مش غرضه التفاوض. هو المقوقس مش قصده ان هو يبعت الرسول دوت عشان يروح يتفاوض مع عمرو بن العاص ويشوف هو عايز ايه، لا. امال كان هدفه ايه يا صديقي؟ هدفه استطلاع حربي. بعت الرسول ده بهدف الايه؟ الاستطلاع الحربي. مستر يعني ايه استطلاع حربي؟ يا باشا هو بعت الرسول ده علشان خاطر يعرف بره عدد المسلمين قد ايه، طب المسلمين ناويين على ايه، طب المسلمين دول بيحاربونا بايه ومجهز لنا ايه بره. ده اسمه استطلاع حربي، عايز اعرف هم ناويين على ايه. ولكن هو مش طالع يتفاوض على حاجه، عشان بس يبدا يجهز لنا. حلو. فعمرو بن العاص هيبعت مع الرسول دوت رسول مننا للمسلمين للمقوقس جوه، فيخش يقول له والله يا سيدنا عمرو بن العاص بعت لك رساله وبيقول لك فيها انت ما قدامكش غير 3 حلول. اول حل يا باشا انك تخش في الاسلام، طبعا دي مبادئ الدين الاسلامي. اول حل انك تخش في الاسلام. طب لو ما وافقتش هتدفع الجزيه، ما انت مش هتخش في الاسلام وتفضل قاعد عندنا في مصر، فهتدفع الجزيه علشان خاطر احنا نحميك. طب لو ما وافقتش ما قدامناش غير الحل الثالث وهو القتال. ما ردش عليه المقوقس، فيبعت له عمرو بن العاص تاني رسول اسمه عباده ابن الصامت ومعاه شويه مسلمين. حلو. عباده بن الصامت ده صديقي كان واحد من ال4 قادات اللي انا قلت لك عليهم ان الواحد فيهم بمقام 1000. عباده بن الصامت ده واحد منهم. حلو حلو. هيخش له عباده بن الصامت دوت، ومن مواصفات عباده بن الصامت دوت يا صديقي ان هو شديد السواد. حلو. وطول بعرض عضلاته مش عارفه ايه وبتاع. فاول ما المقوقس هيشوفه هيتخض منه ويترعب منه. يا نهار ابيض، ايه اللي انتوا بعتوني اتكلم معاه ده؟ شوفوا لي يا مسلمين واحد تاني اعرف اتفاهم معاه واعرف اتفاوض معاه. وهنا يا صديقي ردة فعل المسلمين هتكون مفاجأة وهتقهقر وهتخوف المقوقس، لأن المسلمين ساعتها مش هيشوفوا واحد فن تاني عشان يتفاوض مع المقوقس، لا، ده هيقفوا مع بعض ايد واحدة. هيقولوا له هذا الأسود اللي أنت خايف منه أو بتتريق عليه دوت أو مش عايز تتفاوض معاه هو أحسن علما وكفاءة. حلو. ده غير كمان ان القائد بتاعنا عمرو بن العاص هو بعته يتكلم بلساننا واحنا هنأيده في اي حاجه هو هيقولها. يا سلام، لما المقوقس يشوف المسلمين كده واقفين مع بعض ايد واحده هيبدا ان هو يخاف، هيبدا ان هو يترعب، فيبدا يقول لهم شوفوا يا جماعه انتوا عايزين ايه وانا معاكم فيه. حلو. فيبدا المسلمين يا صديقي ان هم يعملوا شروط صلح او يعملوا مع بعض صلح اسمه صلح بابليون. جميل. طيب شروط الصلح ده ايه؟ اول حاجه، اول شرط خاص بالمصريين، الاقباط. انا قايل لك ان الاقباط دي كلمه بتتقال على كل المصريين. حلو. هيقول لهم والله يا مصريين او يا اقباط انتوا هتدفعوا لي جزيه مقدارها دينارين على كل راجل بالغ، انما اي واحده، اي عيل صغير، اي راجل مسن، اي واحد تعبان، ده مش هيدفع لي جزيه.
حلو، الجزيه بس الناس اللي قادره تشتغل هي اللي تدفعها. جميل. اما الشرط الثاني من شروط صلح بابليون فده خاص بالرومان. قال لهم يا باشا انتوا هتفضلوا قاعدين على الارض، قاعدين عندنا في مصر، وهنأمنكم على اموالكم زي ما هي، تشتغلوا الشغل بتاعكم زي ما انتوا عايزين، ومش هناخد منكم فلوس غير الجزيه. حلو حلو. وركز يا صديقي في الجزء ده. في صلح بابليون، في شروط صلح بابليون، المسلمين قالوا للرومان ممكن تقعدوا عندنا عادي، الارض ممكن تكون بتاعتكم عادي، اقعدوا عندنا عادي في الارض بتاعتنا، مش قصه. حلو حلو. طيب المقوقس هيشوف شروط الصلح دوت ويروح قبل ما يمضي عليها ويوافق كده ويبصم يقول انا نسيت حاجه. نسيت ايه يا عم المقوقس؟ نسيت الحاكم بتاعنا، حاكم الرومان. يا مستر انت مش لسه قايل ان المقوقس ده حاكم الرومان؟ يا صديقي حاكم الرومان في مصر، انما حاكم الرومان كلهم زي ما انت عارف ان مصر مجرد ولايه رومانيه. الدوله الرومانيه دوله كبيره جدا ومعاها كذا دوله، من ضمن الدول دي مصر، وكل دوله لها حاكم، من ضمن الحاكم بتاع مصر اللي هو اسمه المقوقس، ولكن الكبير بتاع الدوله الرومانيه كلها كان اسمه هرقل. فالمقوقس قال قبل ما اخد خطوه زي دي لازم اعرف هرقل باللي هيحصل، وبعت له قال له والله يا هرقل المسلمين جم عندنا وعملوا معانا 1 2 3 4 5، واتفقنا مع بعض على شرح بيقول 1 2 3 4 5. فهرقل لما يشوف الرساله بتاعت المقوقس دي هيتضايق وغضبه هيزيد ويتهمه بالتقاعس والخيانه. التقاعس دي يعني انت مش عايز تدافع عن مصر، كسلت انك تدافع عن مصر. يا ابني ده مصر دي اهم دوله رومانيه يا ابني، يا ابني ده احنا كنا بناخد منهم في السنه بس 135 الف طن من القمح يا ابني، يا ابني دول كانوا شغالين عندنا ببلاش. مصر كانت اهم دوله بالنسبه للدوله البيزنطيه اللي هي الدوله الرومانيه. فيبدا المقوقس يرن على رجالته الرومان الموجودين في مصر، ما تسمعوش هيبدا قصدي هرقل، انا اسف، هيرن على رجالته الرومانيه اللي موجودين في مصر، اوعوا تسمعوا يا جماعه كلام المقوقس اللي هو حاكم مصر، ما تسمعوش كلامه وحاربوا المسلمين. حلو الكلام. فهيبدا الرومان بامر من هرقل الكبير بقى بتاعهم كلهم ان هم يرجعوا يحاربوا المسلمين تاني. ساعتها يا صديقي هيحصل انقسام بين الصفوف الرومانيه. ليه؟ في ناس دلوقتي هتروح تحارب المسلمين، في نفس الوقت هرقل مع بعض الرجاله كده في جنب هيروحوا لعمرو بن العاص ويقولوا له يا عمرو يا ابن العاص احنا مالناش دعوه باللي بيحصل ده، احنا مش عايزين نحارب، احنا موافقين على الصلح. فعمرو بن العاص يقول للمقوقس تعالى وهات رجالتك واطلع بره وسيبنا انا شويه العيال دي اتعامل معاهم. وهيبدا المسلمين تاني يا صديقي ان هم يحاصروا حصن بابليون. جميل الكلام جميل الكلام. والحصار هيدوم حبه حلوين لحد ما يطلع دور او هيبان دور تاني قائد من الاربع قائدين اللي قلت لك عليهم دول، واسمه الزبير بن العوام. الزبير بن العوام هيظهر مهارته او ذكائه السياسي، هيعمل حركه ذكيه جدا. ايه بقى؟ هم واقفين كده بره محاصرين الحصن بتاع بابليون. هينده الواحد يقول له تعالى شبك لي، يقول له ايه؟ يقول له بس شبك لي مالكش دعوه. حلو. هيطلع الزبير بن العوام على اسوار الحصن ويبدا يا صديقي يقول الله اكبر الله اكبر. هيبدا يكبر يا صديقي في تحت او هيكبر على اسوار الحصن من فوق. فالرومان قاعدين جوه في الحصن لما يسمعوا التكبير يقولوا ده المسلمين دخلوا، وياخدوا بعضهم ويجروا. الرومان لما يسمعوا التكبير بتاع الزبير بن العوام هيخاف وليه، يقول لك ابا ده المسلمين دخلوا يلا بينا نجري، وهيفروا يا صديقي ويهربوا على الاسكندريه. فيبدا حصن بابليون ان هو يبقى فاضي ويخش المسلمين حصن بابليون من غير اي مقاومه من الباب الكبير بتاع الحصن. حلو. هيقف الكلام لحد هنا؟ مش هيقف الكلام لحد هنا. انت عارف ان احنا لازم نروح ناخد العاصمه اللي هي ايه يا باشا؟ اللي هي الاسكندريه. جميل جميل. طيب هيتجه عمرو ابن العاص لمدينه الاسكندريه، لو فتحها خلاص احنا كده استولينا على مصر. جميل الكلام. هيحاصر يا صديقي عمرو بن العاص هناك الاسكندريه حوالي 14 شهر. وخلي بالك دي تالت مكان عمرو بن العاص يحاصره. اول مكان اتفرض عليه الحصار اول مكان كان الفرم، صح. تاني مكان كان حصن بابليون، صح. تالت مكان يا صديقي هيتحصر هو الاسكندريه. جميل الكلام. هيروح يحصرهم هناك وينجح عمرو بن العاص ان هو يخش الاسكندريه. واول ما يخش الاسكندريه يا صديقي هيعمل هناك صلح اسمه صلح الاسكندريه. تعال بقى نبص على شروط صلح الاسكندريه دي كانت بتقول ايه. قال لك والله العظيم اول حاجه كده احنا هنعمل هدنه مدتها 11 شهر. الهدنه دي رصها الا يقوم احد الطرفين خلالهم باي عمل حرب ضد الاخر. هنعمل هدنه كده اتفاق راحه بيننا احنا الاثنين، ووقت الهدنه دي اللي هم 11 شهر دوت محدش فينا يمد ايده على التاني،
محدش فينا يعتدي على التاني. طيب تاني شرط من شروط الصلح ايه؟ يتم ترحيل الحاميه الرومانيه في البحر. اوبا، انت قصدك ان هم هيسفروهم؟ قصدك ان هم هيطلعوهم من مصر؟ ده كده صلح الاسكندريه عكس صلح بابليون. في ايه؟ يلا مش في صلح بابليون كان الرومان بيقولوا او المسلمين قالوا الرومان هتقعدوا في الارض. دلوقتي في صلح الاسكندريه ايه؟ قالوا لهم اطلعوا بره عندنا. يبقى الاختلاف بين الاثنين ان في صلح بابليون الرومان كان معاهم بند الارض اللي انت ممكن تقعد عندنا عادي، وفي صلح الاسكندريه يا باشا ما عادش معاك بند الارض دي، تطلع بره شوف لك حته تقعد فيها. حلو، فاحنا هنرحلهم عن طريق البحر. طب يا مستر، او الرومان هيروحوا لعمرو بن العاص يقولوا له عمرو بن العاص في ناس فينا مش هينفع تسافر عن طريق البحر، معانا حاجات مش هينفع اللي هي تطلع بره البحر. يقول له عينيا، انت قصدك ان انت عايز تطلع من مصر عن طريق البر؟ قال له قال له ماشي، هتدفع فلوس، هتدفع جزيه. يقول له ليه؟ يقول له باشا انت على ارض يالا، انت هنا في مكاني يالا، انت هنا في مملكتي، اعمل اللي انا عايزه، ده الارض دي بتاعتي، اللبس اللي انت لابسه ده بتاعي. طبعا اصدقائي ما قالوش كده بس انا اندمجت شويه. تعالى بس نكمل. المهم اللي هو قال لهم اي حد عايز يمشي او اللي هيمشي عن طريق البحر، واللي عايز يمشي عن طريق البر هيدفع لي جزيه. جميل الكلام، جميل الكلام. طيب تالت شرط من شروط صلح الاسكندريه ان انتوا يا باشا ما ترجعلوش مصر تاني ولا تحاولوا ان انتوا تاخدوه. جميل الكلام، جميل الكلام. رابع شرط الا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء، كده كده المسلمين مش هيجوا ناحيه الكنائس في حاجه. خامس شرط يا باشا ان انت هتفضل مع اهل اليهود عندك في اسكندريه. كان في عندك جزء من اليهود كده قاعد في الحي الرابع في اسكندريه، قالوا له اليهود يفضلوا موجودين زي ما هم. قالوا ماشي. طيب سد الشرح ايه؟ قال لك ان المسلمين هيفضل معاهم 150 جندي روماني و50 واحد مدني ضمانا لتنفيذ المعاهده. ازاي؟ ان دلوقتي يا باشا افرض انت غدرت بيا كواحد روماني، انا معايا 150 جندي ومعايا 50 مدني، لو غدرت بيا اخلص لك عليهم. حلو حلو، رهينه يعني لحد ما انتوا تطلعوا. معاك في الكلام؟ معايا في الكلام. وبعد كده يا صديقي يكون اتم عمرو بن العاص فتح مصر، وبكده يا صديقي مصر هتتحول من ولايه رومانيه لولايه اسلاميه، من دولة تابعة للرومان لدولة تابعة للمسلمين. وبما ان عمرو بن العاص هو اول قائد فتح مصر، فعمر بن الخطاب هيقول له انت هتبقى اول والي على مصر. لحد كده تمام؟ لحد كده تمام. تعالى يا صديقي نكمل بقى ونشوف عمرو بن العاص لما دخل مصر عمل ايه. والله العظيم عمرو بن العاص اول ما دخل مصر كده امن المصريين على نفسهم. ازاي؟ القى فيهم كده يا صديقي نص، او قال لهم نص، قال لهم كلام يامنهم على نفسهم. يعني اول حاجه هامنكم على العقائد بتاعتكم والاعراض والاموال والاولاد. عقائدكم يعني هتمارسوا الدين بتاعتكم عادي، الدين المسيحي، والكنائس بتاعتكم هتفضل موجوده عادي. كلمة أعراض دي عن الشرف، مش هنيجي ناحية الستات بتوعكم. والأموال فلوسكم هتفضل معاكم، وأولادكم محدش هيقرب لهم. ده غير إن هو هيلغي كل أنواع الضرايب يا صديقي اللي فرضها الرومان. كانوا فاضلين اكتر من 200 نوع ضريبه. طيب ايه تاني؟ تعهد الى البطريرك بنيامين ده صديقي اللي كان هربان في الصحراء لمده 13 سنه. قال له تعالى والله العظيم ما حد هيلمسك، تعالى يا باشا مصر، اقعد في المدينه واقعد في الكنيسه بتاعتك واقعد يا باشا ما حدش هيقرب لك. كده خطاب عمرو بن العاص ليه جوانب ايه؟ اولا جوانب اجتماعيه اهو، ادي الجانب الاجتماعي، لما امنك على نفسك وعيالك وفلوسك، ده جانب اجتماعي. طيب لما الغي لك كل الضرايب، ده جانب ايه؟ اقتصادي. لما اقول لك تعالى واعمل اللي انت عايزه ومارس حريتك الدينيه براحتك، ده جانب ايه؟ ده جانب ديني. جميل الكلام، جميل الكلام. طيب تعالى نكمل نشوف بقى المسلمين في مصر اتقسموا ازاي. قال لك والله العصور الاسلاميه اللي مرت على مصر كانوا كتير. اولهم عصر الولاه. وعصر الولاه بينقسم عني في دولتين، عصر الدوله او عصر الخلفاء الراشدين، وعصر الدولة الأموية، وعصر الدولة العباسية. حلو، بعد الثلاثة دول، بعد الولاة دهمت، بعد عصر الولاة هيبدأ عندي في مصر الدول الإسلامية المستقلة. تعالى ناخدهم واحدة واحدة. يعني في الأول اللي هيحكم مصر واحد اسمه والي تابع للدولة الإسلامية، وأنت عارف إن فترات الدولة الإسلامية اتغيرت، بدأت بالخلفاء الراشدين، بعد كده الأموية، بعد كده العباسية، فيبقى في ولاة في الخلفاء الراشدين، وولاة في العصر الأموي، وولاة في العصر العباسي. جميل جميل. تعالى ناخدهم يا صديقي واحدة واحدة. قال لك مصر في عصر الولاة عامة اتقسمت إزاي؟ قال لك مصر في عصر الولاة كانت عاملة إزاي؟ مصر اتقسمت في عهد الولاة، التقسيم الاداري بتاعها كان عامل ازاي؟ التقسيم الاداري دي يعني احنا دلوقتي عندنا في مصر متقسمه كذا محافظه، حاجه و20 محافظه صح؟ عايزين بقى نعرف دلوقتي مصر في عصر المولاه المسلمين اتقسمت ازاي؟ قال لك تعالى بص معايا. والله قال لك ان دي كانت مصر. حلو حلو. قال لك والله مصر اتقسمت لجزئين، مصر العليا
ومصر السفلى. حلو الكلام. ومش كده وبس، قال لك ان كل جزء من دول اتقسم لاقاليم. اقاليم يا باشا، كل دي اقاليم، كل جزء من دول اتقسم لاقاليم اهو 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 اهو. يبقى مصر العليا اتقسمت لاقاليم ومصر السفلى اتقسمت لاقاليم. ومش كده وبس، ده كل اقليم من دول كان جواه حاجه اسمها القرى. كل اقليم جواه قريه اهي، قريه قريه قريه. وكذلك يا صديقي كان الكلام. حلو حلو. يبقى هو اتقسمت مصر عندي الجزئين، مصر العليا ومصر السفلى، وكل جزء من الاثنين اتقسم عند الاقاليم، وكل اقليم اتقسم لي للقرى. حلو الكلام. ده بالنسبه للتقسيم الاداري عندنا في الدوله الاسلاميه. طيب حاكم مصر او الوالي كان بيعمل ايه؟ قال لك اولا والله كان جنسيته كان عربي. ما طبيعي يا مستر، يعني حاكم مصر مسلم يعني يكون عربي؟ لا، ان في عهد الدوله العباسيه هيبداوا يعتمدوا على الناس غير العرب اللي هم الاتراك. ففي عصر الخلفاء الراشدين او الولاة في عصر الخلفاء الراشدين والولاة في العصر الاموي كانوا من العرب. حتى الناس اللي بتمسك مناصب عاليه سواء بقى وزير والي اي حاجه من دي كان برضو لازم يكون من العرب. انما في عصر الدوله العباسيه الموضوع هيتغير، واللي هيمسك والي على مصر وكل الكلام ده هيبقى تركي. جميل جميل. طيب تعالى بقى نبص على الولاة في اول عصر عندنا وهو عصر الخلفاء الراشدين. قال لك اول والي فتح مصر وهو اهم والي فيهم هو عمرو بن العاص. هم كان عددهم 5، هم اكتر من 5 بس هو المنهج قال لك 5 يبقى هم 5. اول والي مسك مصر واشهرهم عمرو بن العاص، وده بس اللي هنتكلم عليه. عمرو بن العاص عمل ايه في مصر؟ قال لك تعالى بص معايا. اول حاجه عملها عمرو بن العاص عمل مدينه اسمها مدينه الفسطاط. مدينه الفسطاط دي دلوقتي يا صديقي في القاهره. في القاهره. جميل. طب ليه عملها في القاهره؟ ليه مثلا ما عملهاش جنب اسكندريه وزي اسكندريه؟ قال له يالا غبي يالا، لما اعملها في اسكندريه هتكون قريبه من البحر، فاي حد هيجي لي، اي عدو هيجي لي من بره حتى لو كانوا الرومان سهل جدا ان هم يخشوه، هم هيجوا من ناحيه البحر دوب بدق ضربوا الاسكندريه اللي هي العاصمه، خدوا العاصمه يعني خدوا مصر. قال لك لا، انا هخلي العاصمه بتاعت البلد في النص. حلو حلو. وازدهرت يا صديقي مدينه الفسطاط، خاصة ازدهرت ازدهار تجاري بشكل كبير، لأن هي كانت بتبيع مع المدينة والحجاز، والحجاز كانت بتبيع معاها، كانت بتتاجر مع الحجاز والحجاز كانت بتتاجر مع الفسطاط دي. فقال لك إن الفسطاط دي ازدهرت بشكل كبير، خاصة كمان إن الناس اللي جت بعد عمرو بن العاص سواء في العصر الأموي أو العصر العباسي بدأت تهتم بيها. حلو حلو. طيب قال لك جوه الفسطاط هيبني عمرو بن العاص جامع اسمه جامع عمرو بن العاص، واشتهر بتاج الجوامع. كلمة تاج الجوامع دي مش التاج ده، لا، تاج الجوامع دي انا اقدم الجوامع، لانه كان من اول واقدم الجوامع اللي موجودة في قارة افريقيا تما. حلو الكلام حلو الكلام. وقال لك ان جامع عمرو بن العاص ما كانش مجرد جامع ديني وخلاص الناس تخش تصلي فيه، ده كان ليه ادوار تانية. جامع ليه ادوار تانية، ده زي كده ايه، زي المسجد النبوي يا صديقي. المسجد النبوي، مش المسجد النبوي يا صديقي في اللي النبي بناه في المدينه، كان ليه ادوار تانية غير ان هو بس اللي هو الادوار الدينيه الناس تخش تصلي فيه، زي مثلا كان الناس بتخش تتعلم فيه والناس تتعرف على بعضها جوه فيه، صح؟ قال لك ده كان شبهه، ان دول كان لهم ادوار تانية غير الادوار الدينيه، وجامع عمرو بن العاص كان ليه ادوار تانية غير الادوار الدينيه، ولكن الاثنين عكس بعض. ان جامع عمرو بن العاص كان ليه ادوار تجاريه اقتصاديه، الناس كانت بتخش تبيع وتشتري فيه، والمسجد النبوي ما كانش كده. اكتب كل ده ورايا. ازاي مثلا يعني الناس تخش وتبيع في الجامع؟ بص معايا، ان ده الجامع، ده المبنى بتاع الجامع اللي الناس بتخش تصلي فيه عادي. حلو الكلام حلو الكلام. قال لك كان حوالين الجامع بقى كده ايه، ساحه كبيره. حلو. حوالين الجامع يا صديقي كانت موجوده ساحه. حلو. الساحه دي بقى كان فيها اسواق، ناس بتبيع بقى، بتبيع مصاحف، تبيع اي حاجه. دي كانت ايه، ده كانت الساحه. فانت تخش من هنا كده تلاقي الساحه، تبيع وتشتري مع الناس لو عايز تشتري حاجه، وبعد كده تخش على الجامع لو عايز تصلي. فكان جامع عمرو بن العاص ليه ادوار تجاريه، الدور ده ما كانش موجود في المسجد النبوي، دي الحاجه اللي هم عكس بعض فيها. انما كانوا شبه بعض، ان ده ليه ادوار غير الدين، غير ان الناس تخش تصلي، ودي برضو نفس الكلام ليه ادوار غير الدين، ان الناس تخش تصلي بس. حلو حلو. طيب جنب مدينه الفسطاط يا صديقي هيبني لي عمرو بن العاص قناه او خليج سمي بخليج امير المؤمنين. خليج امير المؤمنين دوت اصلا كان موجود من ايام الدوله الرومانيه. هو ايه خليج امير المؤمنين ده اصلا وشكله عامل ازاي ومكانه فين؟ قال لك بص معايا، وليكن زي ما انا قلت لك كده، ان دي كده المربع الجميل بتاعنا ده هو مصر. حلو.
والحته ده هي كده هي شبه الجزيره العربيه، والحته اللي في النص البيضه دي ده البحر الاحمر. حلو. الفسطاط هنا، الفسطاط هنا جنب ايه؟ ناحيه القاهره. حلو. هيجي عمرو بن العاص تيجي ويبني لي او يعمل لي قناه او خليج كده ما يربط بين نهر النيل كده من جنب الفسطاط بالبحر الاحمر. ايه ده؟ طب ده مفيد؟ اه طبعا مفيد. اولا ده هيسهل اتصال العاصمه في مصر، اللي او هيسهل اتصال مصر مثلا، او هيسهل اتصال مصر عامه. حلو. هيسهل اتصالها بايه؟ هيسهل اتصالها بالمدينه. مش المدينه هنا، والمدينه كانت مركز الخلافه اهي، مركز الخلافه اللي هي المدينه. فكده الخليج دوت هيسهل الاتصال بمركز الخلافه. خلاص انت في قناه مربطه لك بين نهر النيل اهو، بتمشي فيها، تفضل تمشي فتوصل للبحر الاحمر. بعد ما توصل للبحر الاحمر بنفس السفينه اللي انت راكبها هتوصل لي للمدينه. حلو. فانت هتتاجر مع المدينه والمدينه هتتاجر معاك. لو حد عايز يجي لك من المدينه هيجي لك عن طريق دي، ولو حد عايز يروح من مصر على المدينه هيروح برضه عن طريق قناه خليج المؤمنين. وقناه خليج المؤمنين ده صديقي مش اول واحد يفكر فيها عمرو بن العاص، لان هي كانت موجوده قبل ما يجي عمرو بن العاص في عهد الرومان، وكان اسمها خليج طرجان، ولكن اتردمت يا باشا. فبعد ما اتردمت هيجي عمرو بن العاص تاني ويعيد فتحها. ايه ده؟ انت قصدك ان عمرو بن العاص استفاد من الرومان؟ اه استفاد من الرومان. مش الرومان اللي بقى وصلوا للفكره دي، مش الرومان اللي كانوا حافرينه. انت قصدك كده يا مستر ان عمرو بن العاص عمل حاجه الاستفاده من خبرات السابقه، صح؟ مش خليج طرجان ده بعد ما هو حفره بقى خليج، كان خليج امير المؤمنين. طب هل هو اول واحد تفكر فيه؟ لا، ده في ناس قبل كده كانت عاملاه، وانا استفدت من الناس دي ان انا ايه؟ بنيته تاني او حفرته تاني. حلو. ده غير كمان يا صديقي ان لما الدوله الاسلاميه هيمر عليها فترات ضعف اقتصادي، او الخلافه اللي هي المدينه هيمر عليها فترات ضعف اقتصادي، الخليج ده او مصر عامه هتعرف منه او من خلاله ان هي تساعد الدوله الاسلاميه. ايه ده؟ هي المدينه او مركز الخلافه هيمر على عصر ضعف اقتصادي؟ في عام من اعوام يا صديقي هيتسمى عام الرمادة. المدينه او مركز الخلافه اللي هي المدينه يعني هتكون بتمر باوحش احوالها الاقتصاديه، لدرجه ان الارض هتكون ماتت ما بتطلعش زرع، والسماء ما بتنزلش مطر، وكل المسلمين في المدينه بما فيهم الخليفه عمر بن الخطاب هيكونوا بيموتوا من الجوع، لدرجه ان عمر بن الخطاب مش قال لك انا مش هحط حاجه في بطني طول ما المسلمين جعانه. كان بطنه بتطلع صوت كده صديقي، فكان بيبص لها كده ويقول لها كركري كركري كركري، فوالله لا تطغينا لا سمنه ولا لحمه طول ما بطون المسلمين فارغه. يا صديقي عمر بن الخطاب في العصر ده كان بياكل عيش بزيت، ده اللي كان بياكله. فعمر بن الخطاب في الوقت دوت هيكلم جميع الولاة اللي موجودين عنده في الدولة الإسلامية بما فيهم عمرو بن العاص، ويقول له يا عمرو بن العاص انت والمسلمين عندك عمالين تاكلوا وتشيصوا والدنيا حلوه، وانا والمسلمين هنا في المدينه بطولنا فارغه ومش لاقيين ناكل. فعمرو بن العاص يقول له ازاي يعني يا امير المؤمنين؟ ويبدا عمرو بن العاص اللي هو هيحمل كل البضائع اللي موجوده في مصر ويبعتها للمدينه عن طريق قناه امير المؤمنين، وكمان عن طريق البر اللي هو عن طريق سينا. حلو الكلام. وده لو دل يا صديقي هيدل على صدق عمرو ابن العاص في مؤتمر الجابية. ياض مش عمرو بن العاص في مؤتمر الجابية قال له ان مصر غنية اقتصاديا، واثبت الكلام ده دلوقتي في عام الرمادة لما عمرو بن الخطاب احتاجه فعلا قدر ان هو يوديله قوافل مليانة بضاعة عشان خاطر تساعدهم. فكده هو بيثبت صدق كلامه، لان مصر لو فعلا ما كانتش غنية اقتصاديا كان هيبعت له منين؟ لكن مصر فعلا يا صديقي كانت غنيه غناء اقتصادي كبير جدا. حلو. طيب ولاة مصر في العصر الاموي، قال لك والله ان ولاة مصر في العصر الاموي كانوا حوالي 26 والي، اشهرهم واحد اسمه عبد العزيز بن مروان. قال لك والله عبد العزيز بن مروان دوت من احسن واعدل ولاة مصر في العصر الاموي. ليه؟ لان هو جمع بين امور الحكم وامور الفقه اللي هو جمع الدين يعني. كان بيحكم الدولة بكتاب ربنا. حلو الكلام. وده لو دل على فكرة هيدل على ميزة من ميزات الحضارة الإسلامية وهي الوسطية.
مش فاهم؟ هتفهم قدام باذن الله، لان دي جزئيه هنشرحها في اخر درس عندك في المنهج او اخر واحده عندك في المنهج. بس خلينا دلوقتي هنا. قال لك والله عمر او عبد العزيز بن مروان دوت عمل ايه؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم كده: اقام قنطره على خليج امير المؤمنين بطرف الفسطاط. طبعا القنطره دي عشان حاجه تساعد يعني البشر ان هم ايه يعدوا، الناس اللي هي تعدي من على الخليج ده. حلو. ده غير ان هو يهتم بالزراعه وهيبني مقياس للنيل. يا جماعه كلمه مقياس للنيل ده مثلا وليكن ان ده النيل، بيجيبوا حاجه شبه مسطره كده ويحطها في الميه. حلو. فانا حط لها في الميه، لو الميه قلت شويه فبنعرف كده ان ممكن يحصل عندي جفاف، ولو الميه زادت شويه كده عند المقياس فابدا اعرف ان ممكن يحصل عندي فيضان، فابدا استعد لمواجهه الاخطار الطبيعيه. مواجهه الاخطار الطبيعيه. مقياس النيل اللي عمله دوت هيساعدني ان انا اهتم او اقدر اواجه الاخطار الطبيعيه اللي ممكن تحصل لي. طب عمل ايه تاني؟ قال لك قام بتوسيع جامع عمرو بن العاص، وسعه. ده غير ان هو هيتاخد من مدينه حلوان او من مدينه حلوان مركزا جديد ليه او عاصمه جديده. ليه؟ لان هو اتصاب بمرض اسمه مرض الجذام، فمش هيعرف يتعالج منه غير في حلوان دي، فيقعد في حلوان وينشئ فيها بقى ايه يا صديقي؟ البساتين والمساجد والمباني وكل حاجه. حلو. ايه ده يا مستر؟ عمل عاصمه وبنى فيها مساجد؟ ده زي مين؟ زي عمرو بن العاص. مش عمرو بن العاص عمل الفسطاط وخلاها عاصمه وبنى فيها جامع عمرو بن العاص؟ كده عمرو بن العاص وعبد العزيز بن مروان بيتشابهوا في ايه؟ اهو كده هو شبه عمرو ابن العاص في ايه يا صديقي؟ في العمران الديني. مش الاتنين بنوا مساجد في العواصم؟ ده بنى مساجد وده بنى مساجد. اي حاجه بتتبني اسمها عمران، وديني طبعا عشان خاطر هي ايه؟ علشان خاطر هي مساجد. طيب اخر حاجه عندنا في الدرس يا صديقي هو موالاه مصر في العصر العباسي. قال لك انت عارف ان من الترم الاول ان العصر العباسي هيمر عندي بفترتين: العصر العباسي الاول وده اللي الدوله العباسيه فيها هتكون قويه، والعصر العباسي الثاني وده اللي الدوله العباسيه فيه هتكون ضعيفه. فالعصر العباسي الاول هيجي الخليفه المعتصم ويعين الولاه اتراك. ما انا لسه قايل لك ان من اول العصر العباسي الولاه والحكام بتوع مصر عامه هيبقوا من الاتراك. جميل جميل. طيب في العصر العباسي الثاني بقى هيبدا الولاه اللي هم ماسكين مصر دمت او ماسكين عامه يعني هيتغيروا كتير. يبدا ان هم يتغيروا كتير، كل شويه بيغيروا والي. ليه؟ قال لك اول حاجه بسبب ضعف الخلفاء العباسيين. الخليفه ضعيف. طب ايه علاقه ان الخليفه ضعيف بان هو يغير ولاه كتير؟ يا صديقي ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه في نفسه ان هو قاعد كده كخليفه، قاعد ما عندوش ثقه في نفسه ومعين ولي على مصر، فقال لك الولي ده ممكن يسرقني، ده ممكن يستقل بمصر، لا انا هشيله واحط واحد مكانه. يقعد شويه ويشيله ويحط واحد مكانه، كل شويه يشيله ويحط واحد مكانه. ده غير يا صديقي ان الدوله العباسيه مقر الخلافه بتاعها ومركز الخلافه بتاعها اللي هو كان بغداد بعيد عن مصر، عكس المدينه. المدينه في عصر الخلفاء الراشدين كانت جنب مصر، وكنا رابطين بينهم وبين بعض عن طريق قناه خليج المؤمنين اللي بناها عمرو بن العاص. انما بغداد بعيده جدا عن مصر. حلو الكلام، او بعيده عن مصر بشكل عام، فهو ضعيف وشخصيته ضعيفه وبعيد عن مصر، فشايف مش شايف ايه اللي بيحصل فيها، فيقول لك ده ممكن يستقلوا يا عم، ممكن ياخدوا بعضهم يا عم ويستقلوا عني، لا انا هشيلهم. فكل شويه كان بيغير والي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب في فتره من الفترات بقى برضه في العصر العباسي الثاني الخليفه العباسي اللي هو في مركزه في بغداد لما يجي يعين والي على مصر ويقول له يلا روح مصر، الوالي ده كان بيتضايق، يقول لك انا مش عايز اسيب بغداد. بغداد مدينه جميله، مدينه انا مرتاح فيها، المدينه اللي انا اتربيت فيها، المدينه اللي طلعت فيها، فانا مش عايز اسيب بغداد. فيبدا الوالي اللي بيعينه الخليفه دوت يعمل ايه؟ يعين واحد تاني مكانه ويوديه مصر. يعني دلوقتي الخليفه العباسي قاعد في بغداد اهو، هينده لواحد يقول له تعالى انت هتبقى والي على مصر. فالواحد ده يقول لك انا مش هقدر اروح، انا مش عايز اسيب بغداد. فالواحد ده يقوم جاي معين مكانه نائب عن الوالي، نائب عنه يروح مصر. ده النظام اللي هيحصل. حلو. وبسبب الحركه دي يا صديقي هتقوم عندي في مصر الدول المستقله عن الخلافه العباسيه. معنى كلمه دول مستقله دي يا صديقي ان انا هبقى تابعه لنفسي وبس. هبقى تابعه الدوله العباسيه كاسما فقط، ولكن انا هتصرف في مصر او هتصرف في مصر باي طريقه انا عايزاها. يعني مثلا عايز ابني حاجه جديده، عايز اعمل اي حاجه جديده اعملها من غير ما ارجع للخليفه العباسي. عايز اتوسع واعمل فتوحات هعملها من غير ما ارجع للخليفه العباسي. انا بس اسمي تبع الدوله العباسيه اسما بس، صوره بس، ولكن انا موجوده في مصر بعمل كل اللي انا عايزاه. الاول الدول اللي مش مستقله ما كانش يقدر الولي يعمل حاجه في البلد اللي هو موجود فيها من غير ما يرجع للخليفه.
ولكن بسبب ضعف الخلفاء وان شخصيتهم بقت ضعيفه، الولاه اللي بقوا موجودين في مصر في الوقت دوت، في وقت العصر العباسي الثاني، الوقت اللي الخلفاء ضعفاء فيه، هيبداوا ان هم يستقلوا عن الدوله العباسيه ويتصرفوا فيها زي ما هم عايزين، هم بس هيبقوا تابعين لها اسما فقط. وده هنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس الثاني. قوم خد لك بريك، هات لك حاجه تشربها، اعمل لك اي حاجه كده، افصل في النص 5، وتعالى يا صديقي مع بعض نكمل الدرس التاني. وبعد ما جبت كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه القهوه، تعالى بقى نكمل النهارده الدرس التاني واخر درس هنقف عنده النهارده، وهو مصر في عهد الطولونيين والاخشيديين. طيب قال لك والله ان زي ما قلت لك في الدرس اللي فات من شويه قبل ما تجيب كوبايه القهوه بتاعتك، يعني ان في مصر هيبدا يظهر عندي الدول المستقله. وقلت لك الدول المستقله دي ناس او دول قايمه في مصر، الولاه اللي موجودين فيها مش بيرجعوا للدوله العباسيه في اي حاجه، عايزين يتوسعوا بيتوسعوا، عايزين يعملوا حاجه جديده بيعملوها من غير ما يرجعوا للدوله العباسيه. طيب ليه اصلا الولاه كانوا عايزين يعملوا كده في مصر؟ اشمعنى مصر بالذات يعني اللي عايزين ينفردوا بيها ويعملوا فيها كل اللي هم عايزينه بعيدا عن الدوله العباسيه؟ قال لك والله لعده اسباب، اهمها قوه مصر الاقتصاديه. ازاي قوه مصر الاقتصاديه؟ ما انت عارف ان مصر قويه اقتصاديا. قال لا، بدليل اللي حصل في عام الرماده، صح؟ مش عام الرماده لما هب على المدينه اللي ساعدها واللي خلاها تقوم على رجلها من تاني كانت مصر؟ فبيقول لك بسبب قوه مصر الاقتصاديه وتاثيرها على اقتصاديات الخلافه، مصر مهمه اقتصاديا جدا للدوله الاسلاميه. طيب وده سبب ايه؟ طبعا سبب اقتصادي. يبقى اول سبب من الاسباب اللي شجعت الولاه اللي هم ينفردوا في مصر هو السبب ده. طب تاني سبب ايه؟ هو موقع مصر وبعدها عن عاصمه الخلافه في بغداد. انا كده كده بعيد عن الخليفه، هعمل اللي انا عايزه، وعلى ما هو يجي لو يفكر ياخد معايا رده فعل هكون قوت نفسي، فهيجي هضربه، هديله على دماغه، هديله على عينه. حلو. وده طبعا اسمه السبب ده سبب استراتيجي او سبب جغرافي. حلو. تالت سبب معانا هو سبب اجتماعي، بسبب طيبه شعب مصر. مصر يا جماعه شعبها طيب، مصر شعبها جميل، فهيساعدني، انا كده كده مش هاجي عليهم وهم هيساعدوني ان احنا نعمل ونعمر الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. طيب وده سبب اسمه سبب اجتماعي يا صديقي عشان خاص بالمجتمع المصري، انا بتكلم عن الشعب يبقى ايه؟ سبب اجتماعي. حلو. تعالوا بقى نعرف ايه ابرز واهم الدول المستقله اللي قامت لي في مصر. قال لك اول دوله مستقله قامت عندك في مصر على ايد واحد اسمه احمد ابن طولون وابنه خمروي، اسمها الدوله الطولونيه. حلو. طيب ايه حكايه الدوله الطولونيه واحمد ابن طولون ده جه مصر ازاي؟ قال لك بص معايا، زي ما قايل لك من شويه، الخليفه العباسي كان بيعين والي يقول له هتروح مصر فما يرضاش، فيبعت واحد تاني نائب عنه، وده اللي حصل يا صديقي. الخليفه العباسي كلم واحد من القاده بتوعه اسمه بايباك. حلو. بايباك دوت يا صديقي مش هيرضى ان هو يروح مصر ويسيب بغداد، فيقوم جاي رايح باعت ابن مراته. بايباك ده كان متجوز واحده، ابن الواحده دي كان اسمه احمد ابن طولون. يعني انت قصدك يا مستر ان احمد ابن طولون لما يروح مصر هيروح نائب عن الوالي الرئيسي اللي هو اسمه بايباك؟ حلو. طب انت قصدك يا مستر ان احمد ابن طولون عشان يجي مصر استغل العلاقات الاجتماعيه؟ مش اصلا اللي بعته ده جوز امه؟ معنى ان هو جوز امه اللي بعده دوت يبقى كده استغل العلاقات الاجتماعيه، ما بعتوش عشان خاطر سواد عيونه مثلا، ولا هو عشان خاطر شاطر مثلا، لا هو بعته عشان خاطر هو جوز امه، عارفه معرفه شخصيه، في بينهم علاقه اجتماعيه فبعته. حلو. هنا نقدر نقول ان هو استغل الايه؟ العلاقه الاجتماعيه يا صديقي. حلو الكلام. هيروح احمد بن طولون مصر وهيخش مصر وقال لك انا عشان خاطر اول بلد دي واخلي الشعب بتاعي يحبني لازم اعرف ايه المشاكل اللي عنده. طب انا هعرف كده ازاي؟ هبدا اضم شويه مصريين للحاشيه بتاعتي، للناس اللي بتساعدني، واعرف منهم ايه الحاجات اللي ناقصاهم. طب افرض هم ما رضوش يتكلموا، افرض هم ما حبوش يعملوا كده، هديهم ماني، هديهم فلوس، هديهم هدايا. يعني فلوس وبتاع، انت عارف المصريين اول ما يلمحوا يشموا ريحه الفلوس دي بيقلبوا على طول، فالمصريين شافوا فلوس، تعالى احمد بن طولون باشا، تعالى يا احمد بيه، حضرتك محتاج ايه؟
قال لهم يا جماعه انا محتاج بس اعرف المشاكل اللي عندكم. طبعا احمد بن طولون بيعمل كده عشان خاطر يحل المشاكل الموجوده فالشعب المصري يحبه. ده بنسميه ذكاء سياسي، مهاره سياسيه. انا بعرف الشعب ايه اللي ناقصه عشان خاطر الشعب يحبني، مش هخش البلد كده واعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. الحاجات دي ممكن الشعب ما يكونش محتاجها، والحاجات دي ممكن الشعب يتضايق منها. لا، انا يوم ما هعمل حاجه، يوم ما اهتم بحاجه، ههتم بحاجه الشعب اصلا محتاجها. دي اللي بنسميها ايه يا صديقي؟ المهاره السياسيه. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يبقى هو كده عشان خاطر يقوي نفسه في مصر ويقوي دولته في مصر استعان او اللي فاده في كده هي خبرته السياسيه او مهارته السياسيه او استعانته بالمصريين معايا. والامور هتفضل ماشيه زي الفل لحد ما هيجي بايباك اللي هو جوز احمد بن طولون يموت. احمد بن طولون يا لهوي، اللي كان بعتني مصر مات، اللي انا كنت نائب عنه مات، انا كده همشي من مصر، كل اللي عملته ده راح على الفاضي. يا نهار ابيض. فيبدا الخليفه العباسي يعين واحد تاني اسمه يرجوخ، يقول له يلا يا يرجوخ روح على مصر. حلو. فلما يرجوخ يعرف ان هو يبقى والي على مصر هيرفع سماعه تليفونه ويرن على احمد بن طولون، هيقول له احمد بن طولون خليك عندك، انت هتحكم نيابه عني. فيفرح احمد بن طولون ويبدا تاني ان هو يعمر في مصر. ولكن يا صديقي يرجوخ كمان هيموت. على فكره يرجوخ دوت كان صهر احمد بن طولون، يعني كان قليبه. يعني تاني مره عشان احمد بن طولون يفضل في مصر بيستغل العلاقات الاجتماعيه. اول مره استغلها لما بايباك بعته ما بقى جوز امه. ويرجوخ دوت كان قريب احمد بن طولون. لتاني مره احمد بن طولون بيفضل في مصر بسبب علاقاته الاجتماعيه. حلو. وكمان يا صديقي الموضوع ده مش هيكمل وهيموت عمنا يرجوخ. يا نهار ابيض، احمد طولون بقى يا نهار ابيض، يرجوخ مات، انا كده ما عادش ليا قرايب هيعينوني. حلو. فيروح اللي يكلم احمد بن طولون المره دي هو الخليفه العباسي بذات نفسه، هيكلمه ويقول له يا احمد يا ابن طولون انت اللي هتبقى الوالي على مصر. حلو. ساعتها يا صديقي وضع مصر بيتغير، لان الاول وضع مصر او اللي كان ماسك مصر هو نائب عن الوالي، انما اللي هيمسك مصر دلوقتي هو والي مباشر من الدوله العباسيه. يبقى هنا ايه؟ وضع مصر هيتغير، تغيير وضع مصر السياسي. اوعى تقول لي وضع مصر السياسي اتغير لما يرجوخ بقى الوالي، اوعى. ليه؟ لان احمد بن طولون فضل في مصر نائب عن الوالي عادي، ولكن لما يرجوخ يموت احمد بن طولون هو اللي هيبقى الوالي مباشره من الخلافه العباسيه، مباشره من الخليفه العباسي. كلمه وقال له انت هتبقى والي على مصر، انت منك ليا على طول. انما الاول كان منه ليرجوخ للخلافه العباسيه، منه لبايباك للخلافه العباسيه، كان نائب عن بايباك، كان نائب عن يرجوخ. حلو. انما بعد ما الاثنين يموتوا هو هيبقى الوالي الرسمي على مصر. وضع مصر هيتغير بعد ما احمد بن طولون يبقى هو الوالي الفعلي لمصر. حلو. وهنا بقى احمد بن طولون هيفكر في حته الاستقلال دي. قال لك انا هستقل عن الدوله العباسيه. ليه يا عم احمد بن طولون؟ قال لك والله لعده اسباب وعده عوامل. كده الدوله العباسيه ضعيفه، فانا هبدا ان انا استقل بعيدا عنها مع التبعيه الاسميه ليه. انا ابقى بس اسمي تابع للدوله العباسيه عادي، ولكن انا هستقل عنها واطلع اتوسع من غير ما ارجع لها. طب ليه انت عملت كده؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم كده بسبب شخصيه احمد بن طولون الطامحه للحكم والسلطه. الراجل ده شخصيته قويه، الراجل ده بيعرف، عنده مهاره سياسيه، الراجل ده عايز يبقى حاكم ويكبر من نفسه، مش مجرد والي واعد على مصر بس، عنده شخصيه قويه وشخصيه طموحه. حلو. ده غير وضع مصر السياسي والاقتصادي واهميتها. انا لسه قايل لك وضع مصر مهمه جدا، خاصه من الناحيه السياسيه الاقتصاديه بالنسبه للمسلمين. مصر غنيه جدا اقتصاديا. طيب ايه تاني من العوامل اللي شجعت احمد بن طولون اللي هو يستقل بمصر؟ ودي اهم عامل على فكره، اهم عامل او العامل الرئيسي يا صديقي هو ضعف الخلفاء العباسيين وعدم تمكنهم من السيطره على اطراف الدوله. على فكره كل الكلام ده كان ممكن ما يحصلش. ممكن يكون شخصيته حلوه، ممكن يكون كل حاجه حلو الكلام، ولكن لو الخليفه العباسي قوي ما كانش يعرف يعمل خطوه زي دي. فده اهم حاجه، ده اكتر حاجه شجعت احمد بن طولون اللي هو يستقل بمصر. طيب رابع حاجه ايه؟ قال لك معاناه الخلافه العباسيه من الثورات في مختلف البلدان الاسلاميه. كل بلده عباسيه او كل بلده تبع الدوله العباسيه، كل مدينه تبع الدوله العباسيه كان بيحصل فيها ثورات. فالخليفه العباسي مش عارف يقلها من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ومصر الوحيده اللي ما كانش فيها ثورات.
حلو. بسبب ايه؟ بسبب استقرارها في عهد احمد بن طولون. فالخليفه العباسي مهتم بالدول الثانيه وناسي مصر، فهيستغل الكلام ده احمد بن طولون ويبدا ان هو يستقل بيها اصلا بعيد عن الخليفه العباسي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب اول حاجه يعملها احمد بن طولون بعد ما يستقر بمصر ويستقل بيها، مصر تستقر كده ويستقل بيها، هيبدا ان هو ياخد بعضه ويطلع يتوسع بقى يا صديقي. واول حته هيروحها هي بلاد الشام، في حته اسمها دمشق في سوريا. ما هي سوريا دي من ضمن بلاد الشام. بلاد الشام يا صديقي انت عارفهم، سوريا ولبنان وفلسطين والاردن. حلو. فاول حته هيخشها في كل دول حته في سوريا اسمها دمشق. هيخش دمشق يا صديقي، وخلي بالك اول ما يخش دمشق كده ويفتحها هيكون ماشي مع 2 صحابه 2 اصدقائه، وهم في دمشق كده يا صديقي هيلاقوا هناك حته مبنى بيولع كده، في مبنى في دمشق بيولع. فيكلم احمد بن طولون صديقه يقول له ايه المبنى اللي بيولع هناك ده؟ يقول له دي كنيسه ستنا مريم العذراء، كنيسه مريم اللي بتولع هناك دي. فاحمد بن طولون يقول لهم الكنيسه دي مهمه عند اهل دمشق؟ يقولوا له اه. يقول له تمام، هتصرف لي يا باشا من جيب الشخصي، من مال الشخصي 70,000 دينار عشان تصلح وتبني الكنيسة دي تاني، وكمان هتعوض أي حد كان ليه بيت جنب الكنيسة أو اتضر من الحريقة دي بفلوس. ده هو كده عمل زي ما عمل في مصر. ايه؟ مش هو خلى شعب مصر يحبه؟ كده هيخلي شعب الشام كمان يحبه. يا ابن الذين احمد بن طولون ده بنسميه يا باشا ذكاء سياسي. الذكاء السياسي بتاعه او الاستقرار بالنسبه له ان الشعب يحبني. شعب حب الحاكم مش هيعمل ثورات، مفيش ثورات يعني الدوله مستقله. فهو خلى شعب مصر يحبه عن طريق ان هو اداله فلوس وعرف الحاجات اللي ناقصاهم وعملها، وخلى الشعب السوري او الشامي يحبه بسبب ان هو راح بنى لهم كنيسه مريم تاني، حاجه مهمه عندهم، وكمان صرف على الناس اللي اتضررت من الحركه دي. فيقول ده الحاكم ده حاكم عادل. شوف الحاكم العادل لما لقى مبنى عندنا ولع راح مبني ازاي، وراح ودى تعويض للناس الغلبانه اللي اتاذت من الحادث دوت. الناس بتتكلم بقى. حلو. فالناس هتبدا تحبه. حلو. وهيطلع يا صديقي من الشام هيروح عند حته اسمها الثغور والعواصم، ودي كانت اخطر حته احمد بن طولون وصل لها. حلو الكلام. ليه بقى؟ تعال بص معايا كده. وليكن مثلا يا صديقي ان دي ايه؟ دي الدولة الإسلامية، وده مصر اهي، ده أفريقيا اهي. أفريقيا اهي يا باشا. يبقى بنت كده اهو. أفريقيا اهي يا باشا، وإيه، ومصر اهي وبتاع. حلو. دي الدولة الإسلامية اهي، دي الدولة الإسلامية، وإن هو جنبها كده على طول الدولة البيزنطية. حلو. أحمد بن طولون هيستولى في حتة اهو كده ما بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية في منطقة اسمها إيه؟ اسمها الثغور والعواصم. الثغور والعواصم دي يا صديقي دلوقتي اللي هي تركيا. حلو الكلام. فيقول لك ايه اخطر حته وصل لها احمد بن طولون؟ هتقول له منطقه الثغور والعواصم. ليه؟ لان هي اللي بين الدوله الاسلاميه وبين الدوله البيزنطيه. خلاص انت كده في وش البيزنطيين قدامهم بالظبط. دي اخطر منطقه احمد بن طولون وصل لها. وهتمر الايام وهتمر الاحداث وهيموت يا صديقي احمد بن طولون، وهيمسك بعده ابنه خمروي. اول ما هيموت احمد بن طولون ويمسك خمراوي الحكم، الدولة العباسية هتستغل الفرصة تقول لك بس اللي كان قرفنا في عيشتنا مات، اللي كان مزهقنا وبيستقل عننا مات، يلا بينا نروح نسترد مصر. ده كده اللي ماسك ده عيل صغير، ويلا بينا نروح نحاربه وناخد منه مصر. فيروح يا صديقي يتخموا في شكل في شكل خمراوي. لان اول ما يروحوا يحاربوا خمراوي في مصر، خمراوي يا صديقي هيكسبهم. شوف شكله بسكوتاه بس ممكن يعورك خمراوي ده. والله زي ما بقول لك كده، هم اتخموا في شكله، اتخدعوا في شكله، عيل صغير ولسه ماسك ومش عارف لسه مستجد يعني، يلا بينا نروح نحاربه. راح يديله بالقلم، راح هو اللي مديلهم بالقلم، وكمان عرف ان هو يطلعهم من مصر في معركه اسمها معركه الطواحين. حلو. ولكن خمراوي كان راجل ذكي برضه. ازاي؟ قال لك هم حاربوني مره مش هيسكتوا، هيفضلوا كل شويه ينكفوا فيا ويحاربوا فيا ويزهقوني، يا عم انا اروح اراضيهم. هتراضيهم ازاي يا خمراوي؟ قال لك انا هكلم الخليفه العباسي وهعمل معاه صلح. حلو الكلام. يبقى اول حاجه خمراوي هيعملها ان هو هيروح يكلم الخليفه العباسي المعتمد ويقول له يا باشا تعالى نعمل صلح. حلو. طيب الصلح ده كان موجبه ايه؟ قال له يا خمراوي في الصلح دوت خمراوي هو وعياله يحكموا مصر لمده 30 سنه. حلو الكلام. والخمراوي مش هيستخفف كده، قال لك لا، انا لازم يكون في بيني وبين الخليفه علاقات اجتماعيه. حلو الكلام. هتعملها ازاي يعني يا خمراوي؟ قال لك انا هجوز بنتي اللي اسمها قطر الندى للخليفه العباسي. انت كده بتعتمد على المصاهره السياسيه اهي، مصاهره سياسيه.
كلمه مصاهره يعني زواج، انت كده بتعمل حاجه اسمها الزواج السياسي او المصاهره السياسيه. اسمه سياسي ان هو هدفه السياسه، هدفه ان انتوا ايه ترتبطوا ببعض، في يكون ما بينكم وما بين بعض علاقات اجتماعيه، فما لا انت تيجي عليا ولا انا اجي عليك. ولكن هو ما جوزهالوش عشان خاطر كان بيحبها، هو جوزها له لهدف سياسي بس. حلو الكلام، حلو الكلام. وهيموت عمنا خمراويه. حلو حلو. ومن بعد خمراويه هتبدا تضعف الدوله العباسيه. طبعا خمراويه قبل ما يموت كان هيروح او كان راح يقوى نفوذه في مصر وفي الشام. حلو. وهيموت بعدها خمراويه وهتضعف عندي الدوله الطولونيه. طب ليه تضعف الدوله الطولونيه؟ قال لك اول حاجه بسبب كثره المنازعات بين ابناء البيت الطولوني بعد مقتل خمراويه، لان خمراويه صديقه هيموت مقتول على يد احد غلمانه. غلمانه دي يعني الناس اللي بتساعده. فالغلمان دي والجنود بقى بعد ما يموت خمراويه يبداوا يتخانقوا مع بعض، يلا انا هاخد الحكم، لا ده انا اللي اولى بالحكم، ده انا اقرب واحد لخمراويه، لا ده خمراويه كان بيحبني، فيبداوا يتخانقوا على الحكم. مين اللي هيشوف الموضوع ده ويبدا ان هو يستغل الدوله العباسيه؟ ما انت يا صديقي دلوقتي لما تكونوا بتضربوا في بعض اي حد ممكن يخش يحتلك. صح الكلام؟ صح الكلام. حلو. فالدوله العباسيه تبدا تستغل الخلاف ده وتيجي ان هي تخش عشان تاخد مصر. حلو حلو. وكده الدوله العباسيه بتنقض الصلح، لان انت كنت عامله صلح مع خمراويه ان خمراويه وعياله يقعدوا 30 سنه في مصر. انت اول ما مات رحت خدتيه، ما ده ما ينفعش، انت كده نقضتي الصلح. حلو الكلام، حلو الكلام. وهيمسك مصر يا صديقي واحد اسمه محمد ابن طنغ الاخشيد. محمد ابن طنغ الاخشيد دوت بقى كان احد القاده الاتراك في الجيش العباسي. ايه ده؟ قاده اتراك؟ هو كان تركي؟ واحمد بن طولون كان تركي؟ يبقى كده القاده الاتراك او محمد بن طنغ الاخشيد او مؤسس الدوله الاخشيديه بيتشابه مع احمد بن طولون او مؤسس الدوله الطولونيه في الاصل الايه؟ الاصل العراقي. كلمه يا صديقي الاصل العراقي دي معناها يعني الجنسيه بتاعته. حلو، ركزي معايا بقى، فوقي معايا يلا. طيب الاثنين شبه بعض في الاصل العراقي. طيب ده عمل ايه؟ او ايه الاسباب اصلا اللي خلته يمسك مصر؟ انت قلت لي ان الاسباب اللي خلت احمد بن طولون يمسك مصر اللي هو كان قريب بايباك. بايباك كان جزء من احمد بن طولون فبعته استغل العلاقات السياسيه. هل ده يحصل هنا مع محمد بن طنغ؟ قال لك لا. ازاي؟ قال لك والله محمد بن طنغ دوت كان موجود في الجيش العباسي وفي نفس الوقت كان بيحارب او كان بيدافع عن مصر. هو اصلا مش تبع مصر، يعني هو ما كانش لسه خد مصر، بس هو راح يدافع عن مصر ضد الدوله الفاطميه. في دوله كده يا صديقي حلو هتقوم في بلاد المغرب يعني في الغرب اسمها الدوله الفاطميه، وده هنتكلم عنها الدرس الجاي. حلو. الدوله دي هتعوز ان هي تاخد مصر، كانت مهتمه ان هي تاخد مصر جامد. طبعا تاخد مصر ليه وازاي والكلام ده هنعرفه المره الجايه. حلو. المهم اللي كانت عايزه تروح تاخد مصر حبت عشان تاخد مصر، فاللي هيقف لها محمد ابن طنغ الاخشيد. وهنا محمد ابن طنغ الاخشيد لاول مره بيظهر مهارته. اوعى تقول لي مهارته السياسيه، مهارته العسكريه، لان هو هنا كان بيحارب لما تصدى للجيش الايه؟ لما تصدى للجيش الفاطمي. حلو حلو. ادي اول موقف. تاني موقف عندك يا صديقي وهو لما كان محمد بن طنغ الاخشيد مع واحد اسمه تكين في دمشق. كانوا الاثنين في دمشق. حلو. في الوقت ده الناس اللي رايحه تحج طالعه من دمشق ورايحه تحج رايحه على مكه عشان تحج يعني، كان في ناس اسمهم اعراب كانوا بيعتدوا عليهم، عايزين يسرقوهم وعايزين يموتوهم. فاللي هيقدر اللي هو يقف لهم ويدافع عن الناس الحجاج دي هو محمد بن طنغ الاخشيد. كده محمد بن طنغ الاخشيد يا باشا لتاني مره بيثبت مهارته السياسيه. وعايز اقول لك العسكريه، انا اسف. وعايز اقول لك ان الحركه اللي هو عملها دي لما تصدى للناس اللي عايز تسرق الحجاج ودافع عن الحجاج، الحركه دي هتشيره عند المسلمين جدا، خاصه عند الخليفه العباسي اللي هيفرح بيه ويقول له تعالى انت من حقك ان انت تمسك مصر، وهيمسكوا مصر ويسميه بالاخشيد. كلمه اخشيد دي يعني ملك ملوك في الفراغنه. فراغنه دي اللي كانت بلد محمد بن طنغ الاخشيد، يعني هو اسمه كان محمد بن طنغ بس، فكلمه الاخشيد ضافت دي اصلا، اللي ضافت دي كان اللي مسميها له الخليفه العباسي. حلو كده. نقدر نقول ان محمد بن طنغ الاخشيد مسك مصر بسبب مهارته العسكريه، عكس احمد بن طولون اللي مسك مصر بسبب علاقاته الاجتماعيه. مش احمد بن طولون مسك مصر بسبب ان بايباك قريبه
ويبقى هو اللي مسكه. حلو، دي اسمها علاقات اجتماعيه. انما محمد بن طارق الرشيد مسك بسبب مهارته السياسيه، مهارته العسكريه، راجل بيعرف يحارب. فالخليفه العباسي اعجب بيه فعينه والي على مصر. فرق يا باشا. يبقى هو كده محمد بن طنغ شبه احمد بن طولون او مؤسس الدوله الاخشيديه، شبه مؤسس الدوله الطولونيه في ايه؟ ان الاثنين شبه بعض في الاصل العراقي، الاثنين كانوا اتراك. طيب الاثنين عكس بعض في ايه؟ في طريقه توليهم حكم مصر. الاثنين ازاي مسكوا حكم مصر؟ محمد بن طنغ مسكها بسبب مهارته العسكريه، انما احمد بن طولون مسكها بسبب علاقاته الاجتماعيه. حلو حلو. تعال نعرف محمد ابن طنغ الإخشيد عمل ايه في مصر. قال لك بسم الله الرحمن الرحيم كده: وطد نفوسه في مصر وقضى على الامراء والمنافسين له. زي ما عمل احمد بن طولون اهو، يساوي زي احمد ابن طولون. مش احمد بن طولون برضه لما مسك مصر وطد علاقاته فيها وقوى نفسه فيها وثبت حكمه فيها؟ نفس الكلام عمله محمد ابن طنغ الإخشيد، واعاد الامن والنظام لبلاده بعد ما صد هجمات الفاطميين مره تانية. برضه الفاطميين المره التانية هيروحوا يحاربوا مصر ويحاولوا ان هم يخشوها، فهيقف لهم محمد بن طنغ الإخشيد. طيب ايه تاني؟ هيتخذ من مدينه اسمها العسكر عاصمه لدولته. معنى كلمه اتخذ دي يا جماعه يعني هي كانت موجوده وهو خلاها عاصمه. يعني مثلا انا دلوقتي العاصمه القاهره، فيقول لك ان الرئيس السيسي اتخذ مدينه الاسكندريه عاصمه له. معنى كلمه اتخذ دي يعني الاسكندريه كانت موجوده هو بس خلاها عاصمه. هل هو بنى الاسكندريه؟ ما الاسكندريه موجوده، فده معنى كلمه اتخذ، خلاها بس عاصمه. عكس احمد بن طولون، لان احمد بن طولون هيبني عاصمه جديده اسمها ايه؟ القطائع. دي عاصمه مصر في عهد الدوله الطولونيه، مدينه القطائع دي هيبنيها مخصوص احمد بن طولون. عكس مين؟ عكس عمنا محمد بن طارق الإخشيد. محمد بن طارق الإخشيد دي مدينه العسكر دي كانت موجوده وهو خلاها عاصمه، ما بناهاش، مش حاجه جديده. طيب ايه تاني؟ سعى الى الاستقلال عن الخلافه العباسيه. سبحان الله، الخلافه العباسيه، الخليفه العباسي يثق في احمد بن طولون ويقول له يا ابني خليك والي على مصر، يقوم جاي سايبه وماشي. يثق في محمد بن طارق الإخشيد ويقول له يا ابني خليك بقى والي على مصر، برضه يقوم جاي سايبه وماشي. بغدروا بيه الاثنين، سبحان الله. طيب ايه تاني؟ مد نفوذه الى الحجاز، ده برضه شبه الطولونيين. مش الطولونيين مد نفوذهم الى الحجاز والشام؟ نفس الكلام هيعمله محمد بن طنغ الإخشيد. وهيموت محمد ابن طنغ الإخشيد وهيوصي ان اللي يمسك بعده ابنه ابو القاسم أونجور. حلو، ولكن ابو القاسم أونجور دوت كان ضعيف، او كان مش ضعيف، كان لسه صغير، كان لسه عيل صغير. فقالوا يا جماعه احنا لازم نعين عليه وصي يحكم بداله لحد ما يكبر. الوصي ده بقى كان اسمه ايه؟ كافور، وتسمى بكافور الإخشيدي نسبة إلى الدولة الإخشيدية. حلو الكلام، حلو الكلام. وعلى فكرة كافور الإخشيدي دوت كان أستاذ، كان مربي ابناء ابن محمد بن طارق الإخشيد، كان هو الاستاذ بتاعهم، كان هو المعلم بتاعهم يعني. حلو حلو. كافور الإخشيدي هيمسك ويسيب الامور زي ما هي بالظبط. ازاي؟ قال لك ضبط امور البلاد واقرار الامان بها سواء بمصر او بالشام. انا مسكت مكان محمد بن طنغ، ومحمد بن طنغ كان معاه مصر ومعاه الشام، فانا ايه؟ هنظم الامن وهعيد الامن وهقر الامن في مصر والشام، لكن لا هعمل فتوحات ولا هعمل حاجه جديده. ده غير كمان اللي هو هيسيطر على مقاليد الحكم، هيسيطر على نظام الاداره في البلد. هو مش هيعمل اي حاجه جديده، هو خد الدوله زي ما هي، زي ما هيسلمها بالظبط. حلو حلو. طيب وقت ما كافور الإخشيدي ما كان ماسك مصر، الخلافه العباسيه مش هتحاول تستردها، مش هتحاول انها تعمل اي حاجه. ليه؟ لان كافور الإخشيد زي ما قلت لك هو ما كانش عايز يتوسع. انا عجباني مصر والشام، انا مش عايز اتوسع، انا هحافظ بس على اللي الناس دي عملته، انا هحافظ عليه، لكن انا مش هتوسع واعمل حاجه جديده. حلو. وخلي بالك كانش حد بيحب يقول له مثلا ينده له يقول له يا حاكم او يا ملك، ما كانش يحب كده. كان يحب اللي ينده له يقول له يا استاذ، انا اسمي استاذ وكنت استاذ وهفضل استاذ. حلو. ده دليل على حبه العام يا صديقي. جميل الكلام، جميل الكلام. وهيموت عمنا كافور الإخشيدي، وبعد ما كافور الإخشيدي هيموت هيجي بعده حكماء ضعفاء، وده اللي هتستغله يا باشا الدولة الفاطمية بقيادة واحد اسمه جوهر الصقلي. جوهر الصقلي هياخد جيشه ويروح مصر وينجح ان هو يقضي على الدولة الإخشيدية ويقوم ويأسس الدولة الفاطمية. راح ازاي؟ وحاول كذا مرة او حاول كام مرة، وعمل في مصر ايه، والدولة الفاطمية عملت في مصر ايه، وحكامها ايه، وفتراتها ايه، وقعت ازاي. ده كله اللي هنعرفه
الدرس الجاي. لحد هنا بينتهي معانا الدرس. اتمنى وفي اي نقطه مش فاهمها تعيدها تاني، ولو عدتها ومش فاهمها تبعت لي، هتلاقي الارقام موجوده عندك في القناه. حلو الكلام. ابعت لي يا باشا وقول لي ايه اللي انت مش فاهمه، حل يا باشا على الجزئيه دي، وابعت لي الاسئله اللي انت حلتها هحلها معاك لحد ما باذن الله نخلص فيديوهات المراجعه دي وانزل لك انا الحل. انا معاك في اللي انت عايزه كله، المهم انت تساعد نفسك بنفسك. وبس كده يا باشا، اتمنى تكون استفدتوا من الحصه دي. سلام.